هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الحدث في كل مكان. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم سمارت في الملعب. وانطلقت ضربه البدايه لدوري القسم الثاني الف المسمى بالمحترفين، ومع مطلع سبتمبر دوري الممتاز ب بمجموعاته الست، وبعد ذلك يبدا مشوار دوري القسم الثالث. لكن من مصادرنا الخاصه هناك اتجاه قوي لتاجيل القسم الثاني أسبوع على الأقل، والسبب دوري الشركات اللي أغلب لاعبته من الدرجات الأدنى بمسابقات اتحاد الكرة، والقرار خلال ساعات يعني يكاد يكون اتاخذ يعني. وبالفعل هيتم تغيير الجداول. الممتاز ب هيلعب أول مباراة ليه يوم 9 سبتمبر، وزي ما قلت اللي ذاكر ذاكر واللي اجتهد اجتهد، والمقدمات تؤدي إلى النتائج. ودلوقتي نشوف بعض العناوين والمنشطات ونرجع لكم مرة تانية. الإثارة والقوة شعار ضربة البداية لدور المحترفين. انفراجة أمنية في الموافقة على عودة جماهير مسابقة القسم الثاني. أندية القسم الثالث استعدت للافتتاح خلال أيام. قانون الرياضة الجديد يثير العديد من التساؤلات الخاصة ببعض المواد. اتحاد الكرة يغلق باب الاشتراك في كأس مصر، وأيضا قيد للناشئين والقسم. طيب بالنسبة للناس اللي انسحبت قبل الدوري دول مصيرهم ايه؟ مركز شباب تلا في مجموعة بحري، وشرم الشيخ في مجموعة القناة، والاثنين في الممتاز ب، والاثنين اتغيرت القرعة بتاعتهم، والمسابقات أعادت القرعة من جديد وأعادت الجداول كمان. وبسألنا المسؤولين حول مصير الفرقتين وشروط المسابقة في كل مجموعة بالنسبة للفرق اللي ما اشتركتش دي. الفرق دي ما اشتركتش اصلا، هل هينزلوا درجه رابعه ويتغرموا غرامه ماليه كبيره؟ هل تلا وشرم الشيخ هينزلوا درجه رابعه ولا ثالثه؟ هل هيتغرموا ايه بالظبط؟ ايه الغرامه الماليه؟ بصراحه ما حدش عارف ولا متاكد من الاجابه، او اقول بمعنى اصح ان العقوبه مش موجوده اصلا في المنهج ولا في المقرر. ولكن من خبراتنا بقى في المجال انا اقول لك بقى ممكن يحصل ايه. ان الفرقه هتهبط درجه ثالثه مش رابعه. ليه؟ لانها ما اشتركتش اصلا. لو كانت اشتركت في المسابقه اثناء الموسم ممكن تنزل درجه رابعه وغرامه ماليه مضاعفه. لكن الفرقتين اصلا ما اشتركوش، يعني ما مثلوش لاتحاد الكره اصلا اي ازعاج او اي مشكله. وده اللي هيحصل رغم ان هي مش مكتوبه في اللائحه اصلا. ده هيجرنا لسؤال تاني. الكلام ده مش مكتوب اصلا كمان في اللائحه ولا في شروط المسابقات، اللي المفروض ان كل مندوب بيستلم نسخه منها ساعه القرعه. الكلام ده ما حصلش. ما فيش ولا مندوب في كل الدرجات بيستلم شروط مسابقه، ودي مشكله كبيره قوي في المسابقات. موضوع تاني في غايه الاهميه هو اذاعه المباريات من الانديه. يعني احنا بعيدا عن دوري نايل اللي هو الدوري الممتاز اللي هو فيه راعي ويتم تسويقه، الأندية أو المسابقات الأدنى من الدوري الممتاز لها حق أصيل في إذاعة المباريات أو عدم إذاعة المباريات، لأن الدوري ملك للأندية وهي اللي تقول أو تقول لأ. وهنا لما تيجي الفرصة لأي نادي إن هو يتذاع ماتشاته أو لأ، يعني في أندية بترفض. طب أنت بترفض ليه؟ يعني أنت عايز تزود القيمة التسويقية للاعيبتك، وعايز تسوقهم، وعايز ترفع من معنوياتهم ومستواهم اثناء المباراه. لما بيتذاع الماتش اللاعب بيطلع كل طاقته، وبالتالي فان الجهاز الفني بيكون اسعد واكثر المستفيدين. علشان كده انا مستغرب من قرار بعض المدربين اللي بيرفض اذاعه الماتشات بحجه
ان الفرق اللي بعد كده اللي هيلعبوها ما يعرفوش ان هم بيلعبوا ازاي. طب ما عندك النادي الدوري الممتاز هم بيتذاع، ما الاهلي معروف بيلعب ازاي، والزمالك معروف بيلعب ازاي، وكل الفرق بتاع. ما فيش حاجه اسرار في الكوره دلوقتي، احنا في عصر الفضائيات وعصر السماوات المفتوحه. النهارده انت يعني حافظ على فرقتك معنويا وفنيا وبدنيا، وبعد كده هي في حاجه اسمها حاله اليوم. حاله اليوم للعيب ده ايه؟ وفوق كل ده عنصر التوفيق، وما توفيقه الا بالله عز وجل. حاله اللعب مهما كان، والله لو هو ايه مش موفق مش هتكسب. لكن يعني اعمل لبكره. انت دلوقتي اذاعه الماتشات، انت جاي لك فرصه انك تذيع الماتشات، ما تذيعها. ف هنتكلم بالمناسبه موضوع دوري المحترفين كمان اللي هو لسه منطلق بقالوش يومين، وكانت انطلاقه قويه جدا جدا للغايه، وشهدت غزاره تهديفيه واثاره ومتعه. على فكره ما فيش ماتش اتذاع منهم، يعني 9 ماتشات ما اتذاعش منهم مباراه، مش عارف ايه السبب يعني. نتمنى ان هو الماتشات تتذاع بعد كده، ويبقى في اهتمام اكتر. نتائج دوري المحترفين اللي انتهت اليومين اللي فاتوا، ماليه كفر الزيات تعادل مع بروكسي 1-1، سكه الحديد 0-0 مع الترسانه، الانتاج فاز على رايه 2-0، الداخليه على ديروت 2-0، القناه مع وي 2-2، وابو قير مع المنصوره 3-0، وهي نفس النتيجه بتاعه السنه اللي فاتت على فكره في افتتاح الموسم. اسوان والبلديه 2-2، طنطا والبترول 1-1، ومسار خسر، الفريق الوحيد اللي خسر على ملعبه 2-3. 24 هدف حصيله الدوري الجوله الاولى، منها 8 في الشوط الاول و11 16 في الشوط الثاني، 4 فوز و5 تعادلات. الحقيقه طبعا اكبر نتيجه يا ابو قير على المنصوره 3-0. اول هدف كان نيران صديقه في مرمى بروكسي، اول هدف من ركله الجزاء محمد الشبين لاعب القناه، اول حاله طرد لاعب الماليه، ثم 4 حالات طرد من 5 حالات الترسانه والمنصوره والبلديه وديروت. افضل مباراه كانت مسار ولافينا ريمونتادا، يعني لافينا الاول كان كسبان 2-0، بعدين اتعادل 2-2، وبعدين سجل في الوقت بدل الضايع. افضل حكم هو حكم هذه المباراه محمد عبد العليم، وافضل مدرب حسن موسى المدير الفني للافينا، الوحيد اللي فاز خارج ملعبه. فيعني في احنا شايفين على الشاشه اهوت نتائج المباريات اللي حصلت في الجوله الاولى. ده بيبين كمان تاريخيا ان ابو قير عقده المنصوره، والمنصوره ما بتكسبش ابو قير خالص، والبترول عقده طنطا برضو ما بيكسبش البترول على مدار تاريخهم. على فكره بنتكلم على مدار التاريخ. المباريات كانت مهمه جدا، وكان فيها غزاره تهديفيه زي ما قلت 24 هدف، والاول مره ال 24 هدف يسجلهم 24 لاعب. في كل افتتاحات الدوريات اللي قبل كده، المواسم اللي قبل كده، كانوا ممكن لعيب يسجل هدفين، ممكن لعيب يسجل هاتريك، لكن الموسم ده بالذات افتتاحيه صعبه جدا بصراحه، يعني ان كل اللعيبه لعيب واحد بس يسجل في هدف. حاجه غريبه برضو تانية عايز اتكلم فيها، ان المحافظات اللي مشاركه في الدوري ده 11 محافظه فقط من 27 محافظه، وده يقول لنا يعني ان فين المنيا، وفين سوهاج، وفين الفيوم، وفين الوادي الجديد، ويعني محافظات كتير قوي، وفين سينا، وفين مطروح. فدي طبعا برضو نتمنى ان المحافظات دي يكونوا لهم نصيب من المشاركه الفعليه في هذا الدوري بالذات، لانه هو تحت الدوري الممتاز على طول، اللي هو بيكتشف مواهب عديده يعني. الحقيقه طبعا يعني الدوري ده احتمال كبير قوي يتغير السنه الجايه، يبقى 3 مجموعات، ده يقال يعني في تكهنات، لان الدوري الممتاز بيه هيهبط منه 4 من كل مجموعه من المجموعات ال6، فبالتالي هتقلص عددهم. هو في فكرين، في بدل ال6 مجموعات يبقوا 3، او يتم اضافتهم الى دوري المحترفين، يبقى يرجع تاني اسمه القسم الثاني، فيبقوا 3 مجموعات عشان يبقى في ممثل للصعيد، يبقى في الصعيد والقاهره وبحري. دلوقتي هنطلع فاصل هنشوف من خلاله أهداف دوري المحترفين في جولته الأولى،
ونستقبل ضيوفنا الكرام كابتن محمد خميس المدرب العام لفريق سمارت، ومعاه كابتنه يوسف حسن كابتن الفريق سمارت، عشان نتكلم عن حاجات كتير قوي، عشان نتكلم عن نادي سمارت وعن دوري المحترفين والقسم الثالث وعن قضايا كثيرة. نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام. هذا البرنامج برعاية
ورجعنا لكم من جديد ومعانا اتنين من اللعيبه اللي كانوا جامدين قوي في ناديهم، وبعد كده واحد منهم بقى مدرب جامد وواحد لسه لعيب برضو اجمد واجمد ما شاء الله عليه. معانا الكابتن محمد خميس بيسا، المدرب العام لفريق سمارت ونجم الترسانة السابق. ربنا يعزك. اهلا بيك كابتن خميس. اهلا بيك يا كابتن، ربنا يبارك فيك يا كابتن محمد. منور الدنيا. ربنا يعزك حبيبي يا كوتش. الكابيتانو يوسف حسن لاعب الزمالك الاسبق وسمارت حاليا، اهلا بيك يا كابيتانو. اهلا بيك يا كابتن محمد، ودايما كده متالق، دايما منور، واحنا مبسوطين ان احنا مع حضرتك النهارده. منور الدنيا ومتالقين دايما. حبيبي يا كابتن والله. كابتن خميس ترساناوي طبعا، وتابعت الماتشات وتعادل الترسانة. قول لي بدايتك ايه كان لعيب في الترسانة، وقول لي كده كلمني. انا بدايتي الترسانة ناشئين ترسانة، لعيب درجه اولى، وبعد كده اسمنت اسيوط، ولديه اسيوط، تليفون بني سويف. اتنقلت بقى في كذا مرحله كده لغايه اخر موسم ليا كان سيراميكا كليوباترا مع كابتن اسامه يوسف، وطلعنا بالفرقه لغايه الممتاز بيه، وبطلت، وبعدين التدريب بقى الحمد لله يعني. على فكره حضرت لك مباراه مع سيراميكا، انت عارف كان في ملعب ايه؟ السعديه تقريبا كانت بتلعب. ملعب السعديه، ايوه الداخليه في الكاس. كاس مصر كان اول ماتش يعتبر لسيراميكا في تاريخ سيراميكا في كاس مصر. بالظبط، انا حضرت الماتش ده، كنت بغطيه الاهرام المسائي. وكان في خناقه كده وبتاع في الملعب، صح؟ حصل، انا فاكر انا كنت يوسف ما شاء الله وشك حلو على كل فرقه بتروحها، يعني لعبت مع الزمالك وسجلت هدف كمان في الاهلي، ورحت اكتر من نادي، وكنت ما شاء الله يعني وشك حلو عليهم. قول لي ايه حكايه لعبت ناشئين ازاي وزمالك ازاي والله انا لعبت في الزمالك صدفه. والله انا اصلا من المنوفيه، من قريه اسمها دراجيل، فكنت بلعب في مركز شباب، وكان ماسكنا مدرب فقال لنا احنا بنعمل ماتش ودي، رايحين نعمل ماتش ودي مع الزمالك. ما كانش في دماغي خالص انا رايح العب ماتش وراجع. ربنا كرم في الماتش ده، جبت جونين. كان ماسكني الله يرحمه كابتن سعيد الجداي، كان ماسك الفرقه، وقال لي انا عايزك معايا وكده، وابتديت بقى ايه رحلتي بقى في نادي الزمالك من 2003. بس فهي دي كانت لعبت الكوره كده، هي كانت صدفه يعني. والجون اللي انت سجلته في الاهلي ده ايه؟ والله يا كابتن اقل حاجه عندي. مش كده؟ حبيبي يا كابتن. قول لي مين اللي ترقصوا دول؟ ما بلاش بقى يا كابتن، عشان دول صحابي اصلا يعني، ناس محترمه، وكانوا بيلعبوا في النادي الاهلي، ولعبوا فيرست تيم في النادي الاهلي، فهم اصحابي جدا وقريبين، فتمام يعني الحمد لله. طب قول، انت صعدت اكتر من فرقه وما شاء الله كل موسم بتجيب اهداف كتير يعني. الحمد لله. انا لعبت في غزل المحله في الممتاز بيه، ده بعد طبعا رحلتي بعد الزمالك فريق اول وبعد المقاصه، ولعبت في غزل المحله كانوا ممتاز بيه وصعدنا الدوري ممتاز، وبعد كده لعبت في FC مصر برضو صعدنا دوري ممتاز، وبعد كده لعبت في ماليه كفر الزيات وصعدنا، ولعبت، وبعد كده سافرت السعوديه مع فرقه الوطن السعودي، برضو لعبت معاهم من الدرجه الثانيه صعدوا المحترفين. وبعد كده لعبت في نادي ليفلز، صعدنا برضو للقسم الثالث، والحمد لله يعني السنه اللي فاتت مع نادي سمارت نادينا طبعا الحمد لله صعدنا، وان شاء الله يبقى الموسم السنه دي كمان خير باذن الله، نصعد كمان للممتاز به باذن الله. قبل بقى نروح ما نشوف الموضوع الاهداف بتاعتك اللي كل سنه كده ما شاء الله بتطلع هداف، كابتن بيسا، يعني قبل ما نخش بقى في موضوع سمارت واهدافه وطموحاته، قول لي ايه رايك في الترسانه بدايتها السنه دي وبقالهم 10 سنين ما شافوش الاضواء زي ما بيقولوا يعني؟ والله يا كابتن يعني انت بتتكلم في تاريخ نادي الترسانه، تاريخ. انا عارف ان الحاج طارق السعيد موفر كل حاجه للنادي. بدايه الموسم السنه دي ان شاء الله هم بداوا مع سكه الحديد، حصل تعادل، بس هو بيقول لك تعادل بطعم المكسب، لان هو اصلا اتطرد منه في الترسانه في اول 10 دقائق، لعيب اتطرد فكمل باقي الماتش وهو ناقص، فمعظم الجماهير جوه النادي بيقول لك لا ده احنا خارجين يعني الماتش ده يعتبر لينا مكسب في الماتش ده. طبعا دكتور طارق السعيد، كابتن مروان عبد الغفار، وكابتن محمود شاكر، طبعا تاريخ كبير طبعا في التدريب، فان شاء الله باذن الرحمن ان شاء الله السنه دي باذن الله الترسانه تكون موجوده باذن الله ان شاء الله. كل سنه بقى لهم 10 سنين كل سنه يقول لك هنصعد واحنا بنلعب على الصعود كويس،
وفعلا جالهم اكتر من موسم كان خلاص على اخر تكه، يعني هم كان في ماتش الشرقيه واخر ضربه جزاء اللي حطوها صعدوا، وماتش جمهوريه شبين، وماتش جمهوريه شبين اللي اتلعب في الشرطه وكان علاء نوح اللي ماسك، وايه ده لاعب من جمهوريه شبين اتطرد في اول 5 دقائق، اول 5 دقائق يعني الماتش اه خلاص الترسانه صعد. بس في الاخر بقى يعني هل انت شايف ان هم زهقوا من حكايه ان احنا هنصعد فقال لك بقى خلاص احنا هنعمل مشروع وننزل بمتوسط الاعمار فنقعد سنتين بقى نصعد، ولا وممكن تيجي معاهم ولا ايه؟ والله يا كابتن اللي احنا كنا سامعينه ان الحاج طارق السعيد لما جاب دكتور عطيه السيد قال لك في مشروع بيتبني من تحت لفوق، فده ممكن يكون وارد. بس انا برضو النهارده مشروع سنتين بس يا كابتن؟ ايه؟ مشروع سنتين بس؟ انا مش عارف بالظبط قد ايه، هو قال سنتين. ما انا مش يعني انا مش عارف المعلومه قد ايه، بس انت النهارده بتتكلم نادي ترسانه تحت الممتاز، فانا عايز اصعد، فهيبقى برضو ماسك في الفرصه. النهارده في الدوري النهارده في فرق كبيره مش نادي ترسانه بس. ايوه. فالنهارده برضو النادي الترسانه لا عايز السنه دي يعمل حاجه كويسه. ايوه. نتمنى طبعا الشواكيش، قلعه الشواكيش طبعا انديه جماهيريه وعندها قاعده جماهيريه كبيره جدا جدا، فنتمنى ان هم يرجعوا للاضواء تاني، وخصوصا ان هم بقى اصبح عندهم امكانيات. لان بص من حوالي مثلا 5 سنين اللي تحت كده ما كانش فيه امكانيات، المحلات بقى رجعت بقت تمليك وبقى يضخ اموال رهيبه بصراحه في خزينه نادي الترسانه، فهم يستحقوا ان هم يرجعوا ممتاز ان شاء الله يعني. بإذن الله. عايز اخد رايك يا يوسف في اقاله اول اقاله هذا الموسم لمدير فني وهو كابتن حسام عبد العال، المدير الفني لبلديه المحله اللي كان متفوق على اسوان 2-0 واذا باسوان يتعادلوا 2-2، وبعد المباراه تم الاقاله من قبل نادي اسوان. انت رايك ايه في الموضوع، وخصوصا ان كابتن حسام عبد العال طبعا احنا قابلناه سمارت وعملنا معاه ماتش ودي يعني؟ طبعا كابتن حسام عبد العال مدرب محترم جدا ومدرب كبير جدا، وانا علاقتي بيه الشخصيه كويسه جدا، وانا اتفاجئت زي حضرتك بالظبط بموضوع الاقاله ده، او يعني حاجه غريبه جدا في اول ماتش في الموسم بيتم اقاله. فانا شايف ان الموضوع ده صعب جدا وبيتكرر كتير في انديه كتير، حتى في الدوري الممتاز ساعات بنقابل حاجات كده غريبه برضو. ما بتحش ان انا يعني اقيم المدير الفني كويس او حاسس ان فيها تسرع قوي من جانب الاداره يعني. انت عارف ده بيفكرني بمناسبه ترسانه، اقاله علاء ميهوب من 5 سنين في اول مباراه، وكان ترسانه بيلعب على ملعبه ولم يحقق الفوز، ولكن انا زي دايما بقول المقدمات تؤدي للنتائج. فتره الاعداد كان سيئه جدا لنادي الترسانه، عمل نتائج وحشه قوي، وكان علاء ميهوب هو اللي بيدرب الفرقه، ومع اول مباراه مش اول سقطه بقى، في اول مباراه تمت اقالته برضه. رايك بتبقى التلبيس انت الكيكه يعني بلغه الكوره بقى. انا كران النهارده مجلس اداره انا عارف ان فلان مش هيقدر يديني اللي انا عايزه او مش موفق، فانا بتلكك مع اول تعادل انا بره. بص السنين اللي فاتوا كان اما يجي مدرب يتم اقالته فيقول لك ايه، لا ده هو اللي استقال. حلو. انا بقى بقول لك من السنه دي مفيش حاجه اسمها استقاله. اي مدرب هيقدم استقالته هيتحايل على النادي هو ان يقول لهم لا طلعوها اقاله. ليه؟ لان هو طبعا اتحاد الكره حط لوائح ان المدرب ما يدربش اكتر من ناديين في الموسم. لو انت قدمت استقالتك شكرا مش ادي نادي صح؟ لا لكن لو اقاله يبقى انت مالكش ذنب. انا ماليش ذنب. هتلاقي بص موسم بعد ما كان موسم الاستقالات اصبح موسم الاقالات. أيوة. والمدرب يفتخر طبعا. أيوة. ما انا هشتغل تاني. ايوه بالظبط كده. هي دايره يا كابتن. انا همشي من هنا عشان اروح هنا. همشي من هنا عشان وده اللي تقريبا هيحصل برضو يعني. انا صح؟ ده اللي هيحصل ان هو يمشي من هنا يروح هنا، ده طبيعي يعني. قول لي النتائج اللي انا قلتها في ضربه البدايه لدوري المحترفين، وابو قير يكسب المنصوره بنفس النتيجه بتاعت السنه اللي فاتت وعتال الجدول في اول اسبوع. ايه اللي لفت نظرك يا كابتن خميس في مسار ولافينا؟ دي من اقوى الماتشات الاسبوع بالظبط. يعني طبعا تحيه للكابتن حسن حسن موسى مدير فني لافينا. هو كان كسبان 2-0 2-2 وبيلعب في مسار، وفرقه مسار من الفرق اللي هي طالعه والمرشح طبعا بقوه كمان، ان هو يقدر ياخد الجيم ليه 3-2. فلا يعني حاجه ما شاء الله يعني يستاهلها ان هو افضل مدير فني في الاسبوع بالظبط. هو الوحيد اللي فاز خارج ملعب بالظبط. والمشكله كمان ان في ماتشات كانوا المدربين كسبانين 2 فالفرقه الثانيه تتعادل. يعني مثلا القناه والاتصالات
القناه كان كسبان 1، بعدين اتصالات يكسب 2-1، بعدين القناه يتعادل في الدقيقه الاخيره. 2-2. وهكذا يعني. هتلاقي برضو ايه ريمونتادات كتير قوي كتير. ايه النتيجه اللي لفتت نظرك يا يوسف في والله هي النتيجه مش حلوه يعني، انا صعبان عليا، انا بحب نادي المنصوره قوي بصراحه، ونادي جماهيري ونادي يعني بيمثل المنصوره، انا عشت هناك شويه طبعا. وعارف الدنيا ازاي. فدي كانت نتيجه بالنسبه لي يعني ايه، مش حابب اشوف النادي المنصوره في الوضع ده يعني. ان شاء الله يبقى دي كبوه صغيره ويعدوا منها عشان ربنا يكرمهم ان شاء الله في اللي جاي. وتاني حاجه طبعا في ماتش الماليه وبروكسي، كان ماتش قوي جدا، صح. وخصوصا انا لعبت في الماليه، فانا عارف ايه النادي ماشي بخطه ثابته بقالهم 3 سنين. طبعا ده نتيجه تعب برضو الكابتن حبيبي الكابتن جلال ابو عوف، عامل منظومه محترمه قوي في نادي الماليه، وماشيين بخطه ثابته جدا. فبالنسبه ان هم اول سنه بيلعبوا محترفين، وهم هيبقى يعني انا بشوفهم الحصان الاسود اللي هيبقوا في المحترفين السنه دي الماليه. نور علاقيله بصراحه من المدربين طبعا مدرب كبير جدا، عارف يلم الدنيا طبعا. بص الماليه مرتبطه اسمه بايمن مجدي. ايوه طول عمر الماليه يعني ايمن مجدي. فايمن مجدي كان شغال معاه برضه مساعد، بعدين مسك قطاع الناشئين دلوقتي، ومنير علاقيله كمل يعني. مظبوط. طبعا معاه اللواء عبد الجليل مدير رياضي مدير الكوره بصراحه يعني من الناس اللي افكارها متميزه جدا الحقيقه. طبعا هنرجع بقى لاستعداد سمارت ورحله الصعود. طبعا السنه اللي فاتت كانت رحله قبل ما ندخل في السنه دي، يعني انا شايفك بتبقى واقف على الخط بتوصل رساله. هل الرساله دي مستمده او متفق عليها من الجهاز الفني، ولا ده بيبقى اجتهاد منك انك انت مش عايز تخرج على النص، واحيانا لما بتخرج على النص بيبقى لمصلحه الفرقه؟ قول لي اللي بيحصل. هو انا ببقى على اللاين عصبي شويه. تمام. حتى اللعيبه اتعودوا على كده معايا خلاص، ان انا وقفه اللاين ديت بيبقى فيها شويه عصبيه شويه عليهم. لان احنا مش هينفع نادي سمارت في المرحله دي ان انا اتعادل ماتش في الدرجه ديت او اخسر ماتش في الدرجه دي او التهاون يحصل، ما عندناش دوت. طبعا التوجيهات اللي بتحصل جوه الجيم، كابتن طبعا اسامه يوسف بيبقى انا اشتغلت معاه 8 سنين، فبالعين ببقى عارف هو عايز يقول ايه. وساعات بيبعت معايا كابتن حسين كمال يقول لي يا كابتن ده في كذا اعمل كذا، فبيبقى في اتفاقات بيننا وبين بعض في اوضه اللبس. دي كذا هنغير كذا، طب احنا لو كسبانين 1 هنعمل ايه؟ طب لو كسبانين 2 هنعمل ايه؟ طب لو متعادلين لاخر دقيقه هنعمل ايه؟ هنغير طريقه اللعب ازاي؟ فدي تحضيرات للجيم بنشتغلها انا وكابتن اسامه وباقي اعضاء الجهاز، حسب ظروف الملعب بنبتدي نشتغل عليها. فهتلاقيني انا شويه في الملعب، حتى هم يعني يوسف من اقرب اللعيبه ليا طبعا، عارف لما بندهه في الملعب. ويوسف يعتبر مش كابتن فرقه بس، يعني يوسف يعتبر حلقه الوصل ما بين الجهاز وما بين الفرقه. يعني بديله توجيهات هو بينفذها في الملعب مع طبعا باقي اللعيبه، بس طبعا يوسف رقم 1 في الحته ديت. فهو مشروع مدرب كويس قوي ان شاء الله. لا هو وكمان حلقه وصل جميله يعني باعتبار ان هو صلته المقربه لمجلس الاداره، لان طبعا هو لعيب عنده خبرات. قول لي ازاي بتوصل الرساله بين مجلس الاداره ومرورا بالجهاز الفني وانتهاء باللعيبه؟ والله يا كابتن احنا زي ما انت حضرتك عارف ومن السنه اللي فاتت احنا كلنا منظومه ما شاء الله متكامله. وبعدين هو السر في النجاح ان انت يبقى كل افراد المنظومه كلهم متعاونين في الحته اللي حضرتك بتتكلم فيه. فانا بالنسبه لي انا بتعامل مع اللعيبه مش موضوع كابتن بقى وفرض، لا هو انا بتعامل معاهم برضو ان انا اخوهم الكبير ولعبت برضو في خبرات وبتاع، وفي حاجات ممكن انا اقدر احلها في اوضه اللبس ما فيهاش اي مشكله. مش لازم كل حاجه في اوضه اللبس لازم توصل للجهاز الفني او مجلس الاداره، غير لو الموضوع كبير وخارج عن سيطرتي. فبيبقى في تدرج لو بيبقى في مشكله لازم يبقى في تدرج مني للجهاز الفني او من الجهاز الفني لمجلس الاداره. وانا بستغل الفرصه دي، انا عايز اشكرهم بصراحه يعني من مجلس الاداره. يعني مش يعني انا لعبت دوري ممتاز ما شفتش معامله ولا اهتمام زي اللي شفتهم منهم يعني. حاجه ما بتحصلش. فعشان كده درجه التفاهم بيننا وبين بعض يعني ايه خلاص بقت بالعين. يعني حتى الكابتن خميس دلوقتي بيتكلم في نقطه بتاعه الخط، انا ساعات بطلب منه يا كابتن لما الاقي رتم الدنيا يا كابتن وجودك على الخط مهم جدا، لان احنا خلاص بقت في كيمياء بيننا وبين بعض. لما بيبقى واقف وبيوجه وبيزعق وبتاع فبتحس ان انت لا لازم ادخل جوه الماتش بسرعه
عشان كده هو بيقول يوسف اقرب الناس، عشان عارف هو لما بيقف يبقى الدنيا في الملعب مش متظبطه. فلا يعني خلي بالك بقى ان احنا بقالنا مثلا قد كذا مش موجودين، فابتدي بقى ايه فابتدي بقى اشتغل معاهم بالوقت في الملعب. يعني بقول لهم مثلا احنا بقالنا 7 دقايق ما ركبناش الجيم، فازاي 7 دقايق؟ فهم عرفوا ده خلاص بقى. بقالنا دلوقتي 12 دقيقه ما رحناش على الجون، ما ينفعش. فانت حتى ده في شغلنا في الملعب، في الشغل في تحضير الاسبوع بتاع الماتش بنشتغل على ده. مثلا بنشتغل عندنا ربع ساعه النهارده، في الربع ساعه دي وصلنا كام مره للجون، جبنا كام جون. يوسف النهارده انت وصلت كام مره، فده بنشتغل بيه. بتيجي مثلا في اول ايقاف لم الناس، يا جماعه احنا دلوقتي بقالنا قد كده ما رحناش للجون، مش هينفع. فدي بتبقى كيمياء زي ما قال يوسف، واللعيبه خلاص خدت على ده معايا، بيبقوا عارفين دوت كويس قوي. طب قول لي بدايه السنه اللي فاتت، بدايه فتره الاعداد مختلفه تماما عن بدايه فتره الاعداد السنه دي، ولا لكل مقام مقال؟ بص يا كابتن، احنا ضفنا للجهاز معانا دكتور عصمت معد البدني، ومعانا دكتور شهاب، دول اللي اتضافوا للجهاز جديد. طبعا معانا طبعا على راس الجهاز كابتن اسامه يوسف وانا تحتيه، وبعدين كابتن حسين كمال وكابتن هاني اسماعيل ودكتور عبد الله ودكتور احمد. دول المنظومه بتاعه الجهاز. انت لو اتكلمت على النادي هو كابتن اشرف السيد، لا ده يعني في الغلط. طبعا كابتن اشرف السيد طبعا الفاكهه بتاعت الجهاز طبعا. انت بتتكلم على منظومه 3 اضلاع، مجلس اداره وجهاز ولاعيبه. ال3 اضلاع دول لو مكتملين، وده اللي حصل معانا الموسم اللي فات، وده اللي في الموسم السنه دي كمان. هو كده فعلا بدايه الاعداد الموسم اللي فات عملنا حاجه كويسه في الاعداد. السنه دي لا، احنا جبنا دكتور عصمت معد بدني، الموضوع بقى اصعب شويه لان انت في مرحله اصعب. السنه دي اللعيبه ان شاء الله ما شاء الله واقفه على رجليها كويس جدا. خدنا مباريات كتير، مباريات وديه كتير، ممتاز بيه. اللعيبه ما شاء الله عليها واقفين كويس قوي على رجليهم. الشغل الخططي اللي كابتن اسامه بيحطه بتنفذ منه جزء كبير جدا ما شاء الله من اللعيبه. يوسف، يعني بص، اتعودنا دايما ان حراس المرمى دايما بيبقوا متعاونين، تمام؟ وعادة كده بتلاقيهم يتفقوا مكافأة الماتش بيوزعوا على بعض وحاجات زي كده يعني. لكن أول مرة أشوف الفراودة بيتفقوا على هذا الموضوع. قول لي يعني جت منين؟ ورغم ان انت يعني علاقتكم يعني واحد جاي من الشرق وواحد جاي من الغرب، بليدي ونضجي وما شاء الله ثلاثي، وانضم عليكم كريم سمير كمان دلوقتي. طبعا. قول لي الفكره دي جت ازاي؟ لان فكره متعاونه يعني، الحقيقه طبعا فكره ايجابيه. هو بص يا كابتن، هو في الاول احنا لسه زي ما حضرتك بتقول، احنا لسه متجمعين كل واحد من مكان، فلسه بنعرف بعض في اول الموسم. وكمان احنا طلعنا كمان كل واحد ساكن في مكان، احنا جنب بعض، فبنتفق بنروح بنيجي مع بعض وكده. فبصراحه يعني دول بمعاشرتي ليهم فاكتر من اخوات. فاحنا اتفقنا احنا كده كده، انت عارف الحساسيه في الكوره، ان انا عايز ابقى رقم 1، انا عايز ابقى رقم 2، انا مش عارف ايه. فاحنا قلنا عشان نكسر الحته دي، عشان احنا في الاول وفي الاخر احنا عايزين مصلحه المنظومه، وان احنا نصعد. ايوه. فقلنا اتفقنا مع بعض ان احنا خلاص، موضوع مثلا لو في مكافآت ولا في اي حاجه احنا بنضم المكافآت على بعض، واحنا كلنا في الاخر واحد، والمصلحه في الاول وفي الاخر واحده. والله فكره كويسه. انا بناشد بقى خط الظهر لوحده كده، خط الظهر كده من 4 5 7 كده مع بعض. ما اعتقدش. كنت مش هيرضى. ما اعتقدش. لا، وكوستا من ورا بقى يعمل ايه؟ كنت مش هيرضى بالكلام ده. لا والسنه دي بقى مضموم لنا بقى كريم سمير، برضه شخصيه محترمه جدا، وبعدين فرود محترم، فهندخله وسط العصابه بقى. احنا لا يعني السنه دي الحمد لله في اضافه كتير للتيم في جميع الخطوط بتاعتنا. اضافه يعني كويسه جدا. انا مش عايز اقول اسماء لان يعني عشان ما بس ما انساش حد. لا فعلا في اضافات كويسه جدا جدا جدا، والسنه دي هتشوفوا سمارت. الحمد لله احنا ماشيين يعني بنجاح كويس. لا السنه دي اقوى بكتير كمان من السنه اللي فاتت. لا عندنا لعيبه كويسه جدا جدا ما شاء الله عليها. في لعيبه بتلعب دوري ممتاز دلوقتي ما شاء الله. اكيد يعني ما شاء الله يعني كوستا وكوتا وجوجو مش عايزين ننسى حد عشان محدش يزعل. وشيكا مستر اسيست. طبعا 13 اسيست بايديه من اوت. يعني بصراحه 13 جون من اوت ما شاء الله يعني، دي قويه جدا يعني، وكانت حل من والعشر رئه الفرقه بصراحه. 10 من اكتر اللعيبه في الدرجه اللي بيقطع في نص الملعب بدون فاولات. ودي ميزه كويسه جدا طبعا، ان انا بعمل استخلاص بدون فاول. فدي ميزه مش هتلاقيها كتير كمان في الدوري الممتاز. مش هتلاقيها كتير. ف10 مميز جدا بدوت في الحته دي، ودي بتخلينا نركب الجيم بدري. ان هو الاستخلاص اللي بيعمله في نص الملعب
بعد القطع يقطع بيسلم، فالتسليم احنا عندنا يا دوب هم 3 4 لمسات خلاص وصلنا بالظبط الجون ده اللي بنشتغل بيه. عندك كمان الونجين اللي هناك ما شاء الله عندنا يعني ما شاء الله. يعني انت عندك بندق. زكريا اللي وافد الجديد ما شاء الله سعد زكريا الصغير. حاجه كده فاكهه. طبعا فاكهه زكريا عندك سعد وسعد وعندك وبندق طارق وعندك طارق. بندق. طارق بن شرقي. طارق من الحاجات لعيبه جميله جميله ما شاء الله. اضافه. وبعدين زي ما قال يوسف الحته بتاعت المكافآت اللي هم بيتضموا مع بعض ديت، لا اللعيبه اللي جايه كمان جوه التيم دخلوا بسرعه جدا جوه التيم معانا. اللعيبه القديمه طبعا خدتهم كويس قوي وهم يعرفوا بعض، يعني في لعيبه عندنا كتير تعرف المجموعه الجديده اللي جايه، فبص تلاقي ان التيم معاك ما خدش معاك وقت ان هو يندمج بسرعه، لا ما شاء الله عليهم. يوسف، الغزاره التهديفيه ما شاء الله كل سنه، يعني هل تفتكر انها ممكن تتكرر السنه دي وان شاء الله بتبقى سبب في الصعود؟ والله ان شاء الله اتمنى من ربنا دايما يبقى يديني التوفيق ويرزقني التوفيق. الحمد لله الواحد ده بيعمل اللي عليه اهم حاجه قدام ربنا وبيتمرن كويس، ويعني بعمل اقصى ما عندي، بقدم اقصى ما عندي، وبسيب التوفيق ده سبحانه لربنا سبحانه وتعالى. يعني في موضوع الاهداف ده هو تكليل، هو مش ليوسف عشان كويس، هو تكليل لمجهود منظومه كامله بتشتغل من مجلس اداره لجهاز فني محترم جدا للاعيبه بتموت نفسها في الملعب. انا بترجم بس الشغل، وبتمنى من ربنا يعني ان انا افضل مديني التوفيق ان انا اقدر اساعد زمايلي السنه دي وان احنا نكمل رحله الصعود باذن الله. انت عارف ان اسمك مخلد الحقيقه طبعا في القسم والله، والقسم الرابع والثالث والثاني. انت ضمن ناس قليل جدا جدا زي محمد زكي طبعا. بص، في 2 لعيبه يا كابتن خميس في مصر في تاريخهم، 2 لعيبه لعبوا من الدرجه الرابعه للدوري الممتاز. كابتن محمد حليم مع حرس الحدود طبعا، يعني لعب معاهم في القسم الرابع. حرس الحدود اتوقف كتير سنين كتير، وبعدين رجع درجه رابعه. محمد حليم لعب درجه رابعه ثالثه ثانيه ممتاز. واللاعب الثاني محمد زكي لاعب الانتاج الحربي برضه لعب معاهم قسم رابع ولعب معاهم في الدوري الممتاز. وبرضه اسمه مخلد في التهديف زي يوسف كده ما شاء الله. عندك بقى لامونيا برضه كان هداف القاهره السنه اللي فاتت طبعا مع ايزي سبورت. عندك بقى من 4 سنين كان اكتر واحد سجل هداف محمد رجب مارو ده كان بيلعب في الاباري ما شاء الله. وائل حبيب راح خد شنطه فيها فلوس كده 30,000 جنيه. هو عينه كويسه كابتن وائل قوي فكانوا عايزين يبيعوه ب50، راح خلصه ب30 ولعب في لافينا ثاني سنه لعب دوري ممتاز. ما شاء الله. محمد رجب مارو معروف طبعا، وراح على المحله وبقى دوري ممتاز. عشان كده اللعيب الدرجه الثالثه ما يستهترش ويقول ايه لا ده انا بعيد عن الدوري. لا يا كابتن مفيش الكلام دوت دلوقتي في الكوره. اوفا جاي منين؟ كل بص يا كابتن جاي من العياط من درجه ثالثه بيلعب دوري ممتاز دلوقتي. امتى انت هتلاقي دلوقتي لو رجعنا لورا شويه الكابتن عبد الحليم علي، كابتن احمد كشري، كابتن طارق مصطفى، انت بتتكلم ادي الشرقيه الدخان، 3 من التقيل جدا اللي لعبوا منتخب مصر وليهم بصمات في منتخب مصر. كابتن احمد حسن من مغاغه لفين. فانت النهارده موضوع ان انا النهارده بلعب محمد النحاس كتير عصام الحضري كتير والناس دي كلها، كل دول بالظبط يا كابتن، يعني كل دول لعبوا درجه ثالثه. فموضوع ان انت والاقاليم موضوع ان انت اصلا انا النهارده بلعب ثالثه فامتى هتجي لي؟ لا انا مقتنع بحاجه، اتعب اجتهد واشتغل على نفسك كويس اكيد ربنا هيديك ما دام بتتعب. فهتقول لي لا انا التوفيق توفيق وارد، بس انت اتعب واشتغل على نفسك. اشتغلت هتاخد. يوسف كنت بتكلم معاه في اول موسم السنه اللي فاتت، يوسف هتتعب هتاخد طبعا. هو اول هاتريك في تاريخ النادي، اول هدف في تاريخ النادي، اخر هدف في الموسم اللي فات يوسف هداف النادي. فواخد حاجات كتير جدا من كتر انت بتتعب، فربنا سبحانه وتعالى بيديك اللي انت بتتعبه. لا والحقيقه طبعا منظومه الاداره كمان الاداره يعني انا ما انساش كلمه المهندس عاطف الخطيب لما قال لك انا كل لعيب حتى لو مشي هيبقى ليه معزه خاصه عنده، لان هو ده اللي حفر الاساس عشان العماره وبدليل ان عمر فرحه مش من الفرقه صح ولا لا؟ الفرقه كلها وكان المهندس عاطف الخطيب على راس الناس اللي حاضره. كابتن باهي دي ما بتحصلش اصلا، يعني انا لعبت في 100 نادي قبل كده، اول مره اشوف رئيس نادي او مدير تنفيذي في نادي محافظ على علاقه طيبه بين اللعيبه اللي بتمشي اكتر من اللعيبه اللي موجوده، واوفى بوعده.
واوفى بوعده، وهو اللي جمعنا وقال لازم كلنا اجباري لازم نروح فرح عمر. ومع ان عمر لعيب كويس جدا، بس طبعا انت عارف هي وجهات نظر في الاول وفي الاخر. هو مش ما توفقش معانا السنه اللي فاتت، فربنا ايه مش موجود معانا السنه دي. مش معنى كده ان انت خلاص انت مش معانا، لا بالعكس، احنا على طول في تواصل معاه، والكابتن عاطف تواصل معاه واجبرنا ان احنا لازم نروح كلنا موجودين في الفرح، نبقى مع صاحبنا. ويعني حاله مش هتلاقيها كتير قوي موجوده في مصر اصلا في حته الكوره دي خالص. طبعا قليل لما هتلاقي حد زي الباشمهندس عاطف. مش عشان انا بتكلم عن الباشمهندس عاطف، لا خالص. لا هو انا مريت بصراحه، انا لعبت كتير ومريت في الشغل كتير، نادرا ما هتلاقي حد زي الباشمهندس عاطف في الشغل. الراجل بيبقى حريص جدا، بيبقى قاعد في منطقه هو الجزاء، ده واقف جنبي على الملعب. ايوه ويقف جنبي على اللاين، هو اكتر واحد متحمس جدا جدا. وبعدين عنده رؤيه بصراحه ما اعرفش بتتنفذ السنه دي من غير ما يقول. يعني هو قالها كتير، قال لك لا انا عايز اكسب في الماتشات اللي قدام. خلي بالك سمارت الفريق الوحيد اللي فاز في جميع مباريات الوديه، وده يخوف ان شاء الله. بغض النظر انا بتكلم على ايه، انت ماشي بشقين، شق الاداره بتطالب بكده، والجهاز الفني بيحقق. انت بتاخد المردود الفني والبدني والاداري بالظبط. انت كجهاز فني صح تمام. انت دلوقتي بتنفذ رؤيه الاداره وبتنفذ رؤيه الجهاز الفني. يعني انت محقق معادله صعبه، ازاي محققها؟ هل في ضغوط؟ هل في يعني بص يا كابتن، هو ما فيش ضغوط علينا من مجلس الاداره، اكيد ما فيش ضغوط نهائي، بس في مطالبه بالنتائج، وده حق الاداره، وده حقه طبعا، واحنا من فضل الله نفذنا ده طبعا. تمام. انت بتطلب بتلاقي، لعيبه بتطلب، قبل ما بتطلب بتلاقي مستحقات. احنا النادي الاهلي حقيقة والله. انا بقول لك احنا النادي الاهلي، يعني الرئيس موفر كل حاجه للعيبه، كل حاجه موفرها لها. اللعيب هنا خد حقه. هو احنا النادي الاهلي يعني في الالتزام، امكانيات، الاداره موفر لك اللي انت يعني انت ما بتفكرش فيه. لا مالكش حاجه، لا تركي، هو مديك بس اللي انت تركز في الملعب وبس، اللي هو ما تشغلش بالك بقى باي حاجه يعني، واي حاجه ممكن تحتاجها موجوده، فانا مش عايز منك غير ان انت تنجح. شايل عليك لود كبير قوي جدا 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 جدا، انت مركز في شغلك صح. فدي طبعا هتفيد الجهاز بشكل كبير جدا. طبعا يعني انت بتشتغل براحتك، انت ما عندكش مشاكل في ظهرك. انا ما فيش مستحقات لعيب عايز كذا، انا في مشاكل، مفيش الكلام ده. انت ملعبك يعني. بس قول لي يا كابتن خبيث، انت قبل كل مباراه رسميه ووديه بلاحظ ان انت على طول مع الكابتن اسامه وبتقروا او بتعملوا سيناريو لبكره او سيناريو للمباريات او سيناريو تخيلي، ازاي بيحصل الكلام ده وبتنفذه ازاي؟ احنا عندنا كابتن الرسمي ودي الاثنين زي بعض صح، ما عندناش يعني. حتى من قيمه يومين كنا عاملين تراي ماتش بين الفرقتين عندنا، كابتن حسين واقف على اللاين وانا على اللاين رسمي، شغالين رسمي في الماتش، وكل اللي بيحصل في الرسمي مشغلينه في الماتشات ديت. تحضيرات الاسبوع احنا عندنا ماتش ودي يوم كذا، هنبدا بدول وتغييراتنا كذا، طب النتيجه كذا، هنعمل كذا. فبنحضر ده كويس قوي. والكابتن اسامه انا اتعلمت ده منه، تحضير الاسبوع دوت في الماتشات بيبقى حاجه يعني. الواحد الحمد لله ان انا بشتغل مع كابتن اسامه بصراحه. يعني انا محظوظ ان انا بشتغل مع الراجل دوت، فاستفدت منه كتير قوي في شغلي. تحضير الاسبوع لما بيجي يشتغل خميس احنا هنعمل 1 2 3، طب النتيجه بقت كذا هنعمل كذا، طب النتيجه كذا هنعمل كذا. نبتدي احنا بقى نشتغل على يوسف، بشتغل على مجدي، بشتغل على طارق. يعني يوسف وصلت كام مره الجون يا يوسف؟ 10 مرات. جبت كام جون؟ 2. لا مش يوسف، انت بتشتغل على مستوى اللعيب. يعني يوسف لما يوصل 10 هنقول 5، يوصل 5 للجون هتجيب لي 3، ده يوسف. انما انت من 5 تجيب لي 1، لا مش يوسف. طب بمناسبه يوسف بقى، يعني هو جاب 19 جول ما شاء الله، نصهم في الشوط الاول ونصهم في الشوط الثاني. يعني دليل صح. ايوه مظبوط، يعني دليل على ان هو ما عندوش هزار ولا بينام في شوط والشوط الثاني بيصحى ولا كلام من ده. لا الحمد لله، هي بدايه الماتش زي نهايه الماتش. فانا بالنسبه لي هو كده، هو ما فيش جون بيتحسب الشوط الاول مش هيتحسب الشوط الثاني، فانت لازم تبقى مركز لغايه من صفاره الحكم لغايه الحكم ما يصفر. اصعب مباراه كانت حسيت بيها ايه؟ او اصعب هدف وفرحت بيه قوي؟
اللي هي انا ولا عموما؟ لا ليك وانعكس على الفريق طبعا. الموسم اللي فات هو بصراحه كان اول ماتش في الترقي. اه اول ماتش في الترقي كنا بنلعب يونيون، فرقه محترمه جدا، من اقوى الفرق اللي كانت في الترقي وما كانش ليها طبعاً. حظوظ بصراحه. كان هي اقوى فرقه قابلناها في الترقي مع انها ما صعدتش. فرقه عملت كل حاجه واحنا عملنا كل حاجه، لا هم سجلوا ولا احنا سجلنا لغايه الدقيقه 98 وخلاص. اول ستارت ده في الترقي يحطك فوق يا يخلص عليك. ايوه لغايه الدقيقه 98 الحمد لله يعني ربنا كرمني بالهدف المكسب. وكان ده يعني كان هو ماتش صعب جدا وظروفه صعبه أكيد. وكنا بنلعب فرقه رخمه جدا وربنا يديك في التوقيت ده. فكانت ده يعني اصعب واحلى فرحه في السنه. ده يتساوى مع صعوبة ماتش كايروسبورج. أنا طبعاً. شفتك في الماتش كنت يعني طاير من الفرحة بهدف نضجي في الوقت بدل أكتوبر. الضايع. أكتوبر. أكتوبر. ده كان برضو انت كنت في ماتش اكتوبر، انت راكب الجيم كله من البدايه. طبعا يعني نادي اكتوبر طبعا يعني ليه باع في الدرجه الثالثه مش الرابعه. فرقه كبيره. انما الماتش انت راكب الماتش من البدايه خالص. والناس واقفه لك على ال 18 لغايه دقيقه 98 أكيد. ورايحين ننفذ فاول معين. وجي الكابتن اسامه قال لي يا خميس لا احنا هنعمل كذا لو جبت الجون هتشوف اللقطه ديت. أيوه وحطينا نضجي على البعيده وكنت على البعيده ان هي تحط لهم على البعيده وفعلا اتنفذت بالملي. أكيد. ماتشات الجولة الأولى: سمارت مع أبو النمرس، كايروسبورج مع بشتيل، جينيس مع أطفيح، أسيم مع المعادي، أورنج مع حدائق الأهرام، 6 أكتوبر مع الصيد، منشية نصر مع كرداسة، حلوان مع شباب حلوان. الفرقتين لسه صاعدين مع بعض يعني. بالمناسبة حلوان بيضم أكبر عدد من الأندية في مصر، 27 نادي. حلوين. رقم قياسي جدا يعني. ما شاء الله. قول لي أصعب ماتش في الماتشات دي مواجهات واستعداد سريعا كده. استعداد سمارت لأبو النمرس من وجهة نظر. اصعب ماتش في الماتشات دي كلها كل الماتشات. اوكي طبعا. ليه عشان بقى؟ ضربة الدوافع كلها واحده. انا اول ماتش عايز اركب الجدول. تمام صح. فهتلاقي كل الفرق دوافعها واحده. تمام. فهتلاقي المجموعه كلها ماتشاتها هتكون صعبه. اصعبها القوي بقى يعني انت بتتكلم النهارده في فرق طبعا يعني هتبقى مميزه جدا في المجموعه. على راس الفرق دي طبعا سمارت. النهارده يعني الناس كلها مستنيه ماتشات سمارت. صح. الحمد لله. فانت عندك الماتش بتاعك مع ابو النمرس. ابو النمرس فرقه كبيره. عندك الماتش الثاني كايرو وبشتيل من الفرق طبعا. بشتيل من الفرق القويه جدا ما شاء الله. كايرو برضو من الفرق اللي صاعده معانا السنه اللي فاتت. فبص تلاقي اتفضل. وجينيس مع اطفيح. توقع ايه؟ ماتش ما اعرفش يا كابتن. ماتش صدام. هو احمد ماتش بكري صعب كان ماسك جداً جونيوس في الاول طبعا من فتره. طبعا لان ناديه اللي هو اسسه بالظبط. فهتلاقي لا ماتش قوي. اورنج وحدائق الاهرام برضو ماتش 6 اكتوبر والصيد. الماتشات كلها الحقيقه طبعا قوية صعبه. نتمنى زي ما انت بتقول الحقيقه طبعا انك تركب الجدول، لان اللي بيركب الجدول السنه اللي فاتت الاعلامي ركب الجدول ما نزلش خلاص طبعا. وهكذا كل سنه. لكن هي صعوبه السنه دي ان الاول لازم هو اللي يصعد. فرقه واحده. مفيش 3 فرق زي السنه. الدلع بتاع السنه اللي فاتت ده كنا استريحنا شويه يعني خلاص يعني زي ما بيقولوا. دوري ممتاز بيه برضه على الابواب وتاجل اسبوع عشان دوري الشركات. وعشان قبل بقى ما نختم طبعا بنشكركم شكرا جزيلا جدا جدا كابتن خميس على هذا اللقاء الجميل. اشكرك شكرا جزيلا جدا جدا يا كابتنو. حبيبي يا كابتن. ونتمنى لكم كل التوفيق كابتن خميس. انا بشكرك طبعا يا كابتن محمد طبعا وبشكر نادينا. بقول نادينا مش نادينا بشتغل فيه. نادينا طبعا. نادي سمارت. اكيد. بشكر منظومه سمارت. وان شاء الله باذن الرحمن زي ما قلت قبل كده الموسم اللي فات سمارت في الثالثه ان شاء الرحمن باذن الله. السنه الجايه ان شاء الله سمارت ان شاء الله في الثانيه باذن الله. ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا كابتنو ونتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخلي حضرتك. الحقيقه طبعا بنختم الحلقه ديت بتقرير سريع كده عن انديه بورسعيد في الممتاز بيه لمراسلنا عمرو عمار. وبنشكركم شكرا جزيلا على وعد بلقاء يوم الاثنين القادم في نفس الموعد. دمتم في امان الله.